السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله عاملين مع بعض عاملين مع بعض النهارده بسلة. طبعا البسلة اللي احنا مفرزينها. تمام. وهوريكم شكلها عملتها ازاي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس ده هفلفل شوية الرز مع البسلة بتاعتنا طبعا. تمام. بنحط معلقتين سمنة مع معلقتين زيت، واحنا متفقين دايما لازم سمنة مع الزيت، ما ينفعش ده بس ولا ده بس. تمام. هنحط شوية الشعرية بتاعتنا، وطبعا كمية الرز اللي انتي عايزة. أنا دايما ما بعملش رز كتير، بعمل كوباية صغيرة من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الشعرية بتاعتنا، وبحب أساسا أكتر الشعرية في الرز أهو. تمام. قولوا لي كمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما احنا قلنا كل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يبارك لنا في ولادنا وفي عيشتنا وفي مالنا وفي صحتنا. قولوا آمين. قولوا آمين يا رب العالمين. تمام. ادي البسلة اللي انا قلت لكم عليها دي فرزتها، اللي انا مفرزاها دلوقتي. شوف شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه؟ طبعا دي يا دوب مطلعاها من الفريزر، والصلصه بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها، وحطها على نار هاديه وطالعه بالطريقه دي. تمام. وده الرز معانا لسه بنفلفله. ليه دي غلت الميه دي اللي تحت الرز؟ طب ليه شلتيها كده؟ بنحمر الفراخ بتاعتنا وبنشوف الرز كده الدنيا عامله ايه فيه. تمام. وليك عامله بنقلب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ادي الرز كده. لسه الميه بتاعتنا ما غلتش. نحط شويه من الملح في الرز. كده الرز قربنا الشعريه هتحمر. تمام. صليتوا على النبي يا جماعه. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا استغفر الله العظيم. تمام. درجة الشعرية تحميرها زي الدرجة اللي انت بتحبي تعمليها. تمام. كده الفرخة لما حمرناها أكل بسيط وسهل جدا. دايما بحب أشارككم في الأكل بتاعي. أنا بعمل إيه؟ أنا عارفاكم انتوا كلكم بتعملوه أحسن مني، بس بحب أشارككم غدانا النهارده يا إخواتي بعمله إزاي. تمام. ما عرفيش نعمل غدانا النهارده ونعمل السمنة البلدي ولا الترند اللي شغال الأيام دي والله. تمام. خليكم مطية العين عليها. أنا كمان اتأخرت ليه تحميرها. تمام. بس يا ولد كنا بنقول ايه؟ نقنقها على العين دي عشان تحمر شوية. العين دي تاريها عندي مش أحسن حاجة. تمام. السيدة بس عايزة لها شوية من الشوربة. متعملوش دايت خالص على فكرة، انتوا زعلانة منكم. مش دايت ولا مشاهدة ولا تدخلوا القناة خالص. ما قلنا عشان القناة تكبر بيكم.
تكبر ازاي الا لما تشاركوا فيها، صح؟ صح. طيب نفعل القناة كده ونكبرها. والله كل حاجة بطبخها بحب أوريها لكم وأنا عارفاكم كانت تبقى أحسن، بس أنا بحب أوريكم أنا إيه بعملها إزاي بالطريقة بتاعتي. يمكن أنا عارفاكم أنتوا أساسا بتعملوها أحسن، بس فبدأت كده يعني إيه تدعموا القناة شوية. كده حمرت كفاية، حطينا شوية من الملح كده، هنضيف عليها شوية الرز، شوية رز صغيرين يعني كوباية من الرز كده، شاي من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حلو قوي كده، ما تكترش الرز، نديها المية بتاعتها وكده. نقول ايه، صلينا على النبي ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. نحط المية المغلية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرز بتاعنا المية بتاعتنا كده اهو، تمام. هياخد الرز ونوطي عليه، وبعد ما وطينا عليه، بعد ما يغلي وطينا عليه هيستوي ان شاء الله، ويبقى احنا كده عملنا الاكل بتاعنا الحمد لله. يبقى معانا بسلة، اهي البسلة شايفة الواحدة بوحدتها، ده تفريز البيت اكيد طبعا كلكم بتفرزوه. البسلة وادي الرز وادي الفراخ بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان زي ما احنا قلنا ان القناة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالهنا والشفا.